سلايس اوف لايف راند 14. خناقة السبلمنتس المضروبة. بقالنا كتير قوي في خناقة ما بين الشركة دي حاجتها مضروبة ولا لأ، الشركة دي حاجتها سليمة ولا لأ. الناس تروح تحلل، فلا إما ناس بتمشي وراهم عمياني، لا إما ناس بتشكك فيهم. لا انت اكيد دول صحابك فعشان كده بتقول كويسين، لا انت اكيد بينك وبين دول عداوة عشان كده بتقول وحشين، والشركات تطلع ترد. خرج نفسك بره الخناقة دي، عشان في الآخر أنت ممكن تتفاجئ إن كل دول صحاب ويتصالحوا عادي جدا وما تبقاش عارف الحقيقة فين، أو تكتشف إن كل دول متخانقين مع بعض وعشان كده ده اللي بيحصل. أنت اللي بتروح في الرجلين. السبلمنتس دي ما هي إلا حاجة زي اسمها بالظبط، هي سبلمنتس، هي مكمل، بتكمل تمرينك وبتكمل أكلك. تشتريها وخصوصا هنا في مصر، بما ان انت مش عارف جودة الحاجة، وحتى الحاجات اللي بتيجي من بره ممكن تتضرب وممكن تتغش. فالسبلمنتس دي بالنسبة لي دي حاجة تجيبها لو انت البادجت بتاعتك تسمح. لو انت معاك فلوس زيادة، انا ممكن اتزنق في 25 جرام بروتين، ما عنديش وقت اكل، نازل على طول عايز حاجة سريعة بعد التمرين، هقوم واخد سكوب. غير كده لا، هو ما فيهوش اي حاجة سحرية. هي العضلة اللي بتطلع من الفراخ شكلها ما بيختلفش عن اللي طلعت من اللحمة، شكلها ما بيختلفش عن اللي طلع من الواي بروتين. العضلة مش هتكبر اكتر لما تدخل لها واي بروتين جولد ستاندرد تقول لك اه لا انت جايب لي حاجة نظيفة، انت جايب لي حاجة امريكي، لا هكبر بقى واعمل لك شكل حلو ولا اي حاجة. طيب الحاجة التانية اللي دايما بيبقى عليها جدال، كرياتين. على اساس ان انت عدد الجرامز بتاعت الكرياتين في اليوم هتحتاج تاكل لحمة حمراء كتير قوي، فده ماديا مش هينفع، صحيا مش هينفع عشان النقرس والكوليسترول، وحتى شهيتك انت ده مش هتسمح بده. هل الكرياتين مهم واساسي؟ بس هما دايما مش بيكملوا لك المعلومة، الا وهي هو مهم لدرجة ايه. يعني هل هو مهم ان انت مش هتعرف تعمل جسم من غيره؟ هل هو مهم ان انت لو وقفته الجسم اللي عملته هيبوظ؟ لا. وايه اللي يخليك تعرف حاجه زي دي؟ سيبك بقى من الكلام، ومش هقول لك دراسات والكلام ده كله، عشان حتى الدراسات اللي الناس بتستشهد بيها انت برضه بتبقى مش عارف تفاصيلها. ايوه الدراسات دي اتعملت على كام واحد؟ هل طبيعه اجسامهم مختلفه؟ هل انت قعدتهم في مكان واحد قدامك عشان تتاكد من اكلهم وتمرينهم ومن نومهم؟ انا هقول لك ببساطه، قيس انت على نفسك، اقعد شهرين ما تاخدش سبلمنتس، اعمل كل احتياجاتك من الاكل. الكرياتين مش هتعرف تجيبه من اللحمه الحمراء 5 جرام في اليوم، وقف كرياتين شهرين شوف ايه اللي هيحصل. ركز البروتين بتاعك ان انت تاخده من الاكل، وابدا اشوف ايه اللي هيحصل. والله يا سيدي لقيت جسمك فعلا انهار خالص، يبقى طبيعه جسمك محتاج دايما الزقه الزياده. لقيت نفسك ماشي، اديك وفرت فلوس واشتريت صحتك، اخرج من الخناقه دي.